تعالوا خدكم معايا في اجازاتي يوم سبت والحد، عشان احنا عندنا هنا الاجازه بتاعه المدرسه يوم سبت وحد. عندكم انا صحيت كنت ناويه ننزل العب سكيت، بس الخطه اتغيرت لاني ما لقيتش السكيت بتاعي ومزاجي اتعكر الصراحه. صاحيه النهارده مودي مش تمام وزهقانه، عندي مذاكره كتير. بس عندي دولت كلهم بلاقي حفظ وتسميع، وعندي كمان امتحان شامل رياضة، مذاكرة كشكولي 2 كده، كل حاجة جوا عشان عندي امتحان شامل رياضة. بدأت اليوم بقى بالمذاكرة كده، ومش عارفة الصراحة هنعمل ايه تاني النهاردة. فاللي هو انا دلوقتي ده حلو اوي عجباني. صح النهاردة نفسيتي تعبانة ومودي صفر. بس يلا بينا نبدأ اوريكم يوم النهاردة ماشي ازاي. فطرت، كنت عايزة انزل اعمل رياضة زي ما قلتلكوا بس منزلتش عشان ملقتش السكيت شوز بتاعي. وبس صاحية من بدري النهاردة قاعدة هقعد اذاكر شوية وبعد كده نشوف هنعمل ايه النهاردة. حلوة الشمس جت في موضع كده وفي مكان. per letterate dal 400 all'800, il cosiddetto movimento internazionale del petrarchismo e del petrarchismo. Francesco Petrarca è il primo poeta della letteratura italiana, il primo poeta della i suoi visioni della letteratura e della poesia. Lui ha posto il pensiero umanista e i suoi sonetti diventano i modelli letterati e letterate dal 400 all'800, cosiddetto movimento internazionale del Petrarca. هذاكر كده شوية كمان واسمع لنفسي الجزء ده، وبعدين شوية كده ونعمل قهوة عشان دماغي مصدعة. هاخدكم معايا بس الأول هذاكر بس شوية. فرانشيسكو بيتراركا. Two hours later. هاي، قعدت ذاكرت شوية الصراحة، بس كنت حابة أعمل حاجة مهمة قوي بقالي كتير بأجلها، اللي هو كنت شارية النوت بوك دي ومفروض هعمل فيها بقى تخطيط السنة. تمام، المفروض هعمل فيها تخطيط السنة عشان كل حاجة تبقى مكتوبة عندي وكده واتابعها دايما واشوفها دايما. بس كنت بأجل نفسي كتير، بس كده النهاردة قلت خلاص يلا لازم نعملها. فعندي النوت بوك دي وأقلام بقى اللي هستخدمها، هايلايت، جبتها بقى محتاجة بقى اكتب فيها حاجات كتير، اللي انا مثلا بعد 2026 دراسيا عايزة اوصل فين، نفسيا، روحانيا، شغل، كده يعني. فهي شكل فيجن بورد بس كتابة. فبس تعالوا يلا نكتبها مع بعض. دان نوت بوك كتبت الصراحة فيها حاجات كتير،
بس لسه بكتب كده يعني، عشان مهمة قوي الكتابة، مهمة جدا، هي اللي بتخلينا شايفين اهدافنا دايما. مستنية بقى، حطيتها على النار مستنية تغلي، بعد كده هنفضيها هنا. ما تستغربوش انها كان فيها رغاوي كتير، بس كمان ان انا ما بحبش اللبن، فاوريدي بتبقى كلها اصلا ميه، لان انا بخليها كلها ميه، احط حته شويه لبن قد كده عشان مش بحب اللبن. تحفه تحفه. عملت فطار صحي وفطار ولا في الخيال يا جماعه، جوارد. يلا بينا ندخل ناكل. عملت فطار، عملت قهوه برضو زي ما قلت لكم. كرانشي يا جماعه، كرانشي. هاي يا جماعه، دلوقتي لبست شكل غريب شويه، مش هتشوفوني كويس لما بوصل. ماشي، الاضاءه هنا مش حلوه. لما انزل اوريكم الاوتفيت. قلت انزل بقى اخرج واشم هوا شويه، عشان طول النهار قاعده في البيت وبذاكر زهقت. لازم تشوفوا ماي اوتفيت. That's my outfit. هو لابسه السويت شيرت عادي، بس لازم اجيب الجاكيت عشان الساعه. فيلا بينا نخرج. جو حلو قوي، كان بيمطر تلج من شويه، بس الجو حاليا حلو يعني. بصوا عندنا الجبال والدنيا عامله ازاي، كلها تلج. ماشيه بكل برود اعصاب، والاتوبيس مش هلحقها. دايما الاتوبيسات هنا دي مشكلتي في اوروبا، جرينا ورا الاتوبيسات كل يوم بنجري ورا الاتوبيسات. بس يا جماعه برجع الاتوبيس واروح وارجع لكم. مش قادره، مهدوده قوي النهارده وزهقانه. الاتوبيس لسه ماشي يا جماعه، لسه معدي من ورا. هعمل ايه دلوقتي؟ الاتوبيس ماشي، هقف بقى استنى الاتوبيس. الاتوبيس ده مشي، قاعده مستنيه الاتوبيس وخلاص. اتخنقت، شكلي اقوم اروح امشي في الاخر عشان الاتوبيس مش راضي يجي. هاي يا جماعه، اعذروني على الاضاءه، بس بقالنا شويه حلوين في ميتنج انا واسماء صاحبتي التونسيه اللي شفتوها معايا في فيديو قبل كده، بنتكلم يعني في شغل وخطط وحاجات شكل كده، هتعرفوا عنها قريب برضه. مش بخبي عنكم قوي، بس في حاجات كتير بحاول اعملها، احكيها لكم بعد ما اخلص يعني. فهو ده، عاملين ايفنت، عاملين ميتنج مع بعض على زوم وكده يعني، فاللينك فصل، فبنجدد اللينك وهنخش تاني دلوقتي. اعذروني على الاضاءه عشان اصلا الاضاءه هنا مش احسن حاجه، بس كده يعني. فهخلص وهرجع لكم.
بقالي كتير بسجل سكرين مع اسماء، فاكره ان هو بيسجل صوت، جاي افتحه دلوقتي مش عارفه ما طلعش بيسجل صوت ليه، مش عارفه عشان حاطه السماعه بقى ولا ايه. ف هنشوف الموضوع ده. بس استمتعت جدا والله النهارده وحبيت الموضوع جدا وان شاء الله خير يعني. رجعت البيت يا جماعه.